السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع بعض راح نديرو كوكا سهلة بسيطة بحشوة اقتصادية وموجودة في كل البيوت وتنويع وكذلك ما تزيدش كامل الوقت. بسم الله بركة الله. احتاج بصلتين قطعتهم شرائح، 3 سنينات من الثوم، طماطم حوالي 3 حبات، ملعقة كبيرة طماطم معلبة، وملعقة هريسة، فلفل أسود، ملح وزيت. أول حاجة راح ندير المقلة تاعي تسخن، راح نحط فيها الزيت، وبعد ما يسخن شوية راح نحط فيه البصل بهذه الطريقة. حاولوا أنكم البصل ترقوه شوية لكي يدبل بسرعة ويجيك لذيذ. بعد ما خلي البصل تاعي يتقلى بهذه الطريقة، خلاص بدا يطلق الماء تاعو، راح نجي ونضيف مكونات تانيين اللي هي الطماطم اللي قطعتها مربعات صغيرة، الهريسة وطماطم معلبة. لكن أول حاجة راح ندير فقط الطماطم لكي هي كذلك تتنكه بالبصل وتتبل معايا شوية. تقدروا كذلك انكم تستخدموا الفلفلة، فلفل أخضر، فلفل أحمر، أي نوع تحبوه. وبعد هذا أنا حطيت القليل، يعني تقريبا نص كاس من الماء الساخن باش نساعد انه الطماطم انها تطيب معايا، لانه الطماطم اللي عندي ما كانتش كثير طريه. احتاج هنايا سنينات الثوم اللي كنت قلت لكم عليهم، فرمتهم ونقلي كامل كل شيء مع بعض بهذا الشكل. هذه الطريقة راح نخلي يعني الخضار تتنكه ببعض. هنايا في هذه المرحلة راح نضيف التوابل اللي هي فقط ملح وفلفل أسود. تقدري انك تضيفي فلفل أحمر لتعزيز اللون ويعطيكي طعمه، وإذا حبيتي حار كذلك. أنا فقط حطيت طماطم هنايا والهريسة، يعني اكتفيت بالهريسة اللي هي دبس فلفل الحار. من بعد هذا خليتهم يتقلوا شوية، ضفت لهم كذلك نصف تاني من كاس الماء، وحتى يتشرب البصل كامل الماء اللي كان ولا تنشف معايا هاد الحشوة. هنا كانت قريب تنشف. بعد ما تنشف خلوها تبرد، ونجو على حيدة نجيبو الصينية تاعنا. الصينية تاعي أنا راح استخدم فيها هاي عجينة، العجينة المورقة جاهزة رقيقة، وتجي هي مفرودة بهذه الطريقة. تقدروا انكم ديروا عجينة منزلية تعملوها، ولا انكم تجيبوا عجينة العادية وانتو تفردوها. الصينية حطيت فيها القليل من الزيت من الأسفل، وثقبتها العجينة كاملة بالشوكة باش ما تنتفخش طبقة من الأسفل. بعد ما برد الحشو تاعي راح نجي ونحطه في كامل على كامل سطح العجينة ونسويه بطريقة يعني تكون متساوية من كل الجهات. فقط انه حاولوا نكون العجينة تخلوا لها الحواف تاعها باش الحشو ما يخرجناش ويلتصق في الصينية. بهذا الشكل نسويها مليح، والاطراف اذا ما كانش عندكم او ما عليتوهمش في الاطراف تقدروا نكون حاولوا انكم ما توصلوش الحشو للاطراف. بهذه الطريقه انا كملت وحطيت لها كاضافه جبن مثلثات. هنا جبت الورقه الثانيه من العجين المورقه ولا الطبقه الثانيه من العجين وحطيته بهذه الطريقه. حاولوا انكم تكبروها شويه باش انكم تحاولوا تنزلوا الفوقانية على التحتانية وتلصقوهم مع بعض بهذا الشكل. حنجيب حبة بيض نضيف لها القليل من الخل باش نقلع الزنخة تاع البيض، نضربها ونطلي بها سطح الفطيرة تاعي ولا الكوكا تاعنا. بهذه الطريقة راح دهنها كامل، وبعدها نجي نقصها. انا قصيتها يعني انتي ولا القص اللي يناسبك، ولا انتي يعني مربعات مثلثات لك الاختيار. قصيتها اولا من هذه الجهه لانه الحواف تقبلني شويه، وبعدها نقلب الصينيه ونقص الاطراف التانيين. بهذا الاثناء انا نسخن في الفرن تاعي على درجه حراره 200 من الاسفل باش نحط فيه العجينه تاعنا بهذه الطريقه. يعني هي الكوكا البسيطة الكلاسيكية المعروفة في الجزائر، وبهذه الطريقة تطلع لك تشبه تاع المحلات كثير وطيبة وزاكية كثير. أنا زينتها بورشة من المعدنوس والزيتون بهذه الطريقة، يعني حتى الورشة أول وبعدين حطي فوقها الزيتون باش يمسكها.
كتير كتير لذيذة وتحمر لك الوجه الصراحة. وكذلك تغيير في رمضان الصراحة انه نتفاداو شوية الحشوات اللي فيها اللحم. هذه هي الكوكا تاعنا، ما عليها دوكا غير نحطها في الفرن، وهذا هو شكلها بعد ما مر وقت عليها في الفرن بدات تنتفخ. فقط انه تشوفيها انتفخت وخلاص بدات الحجم تاعها، اشعلي لها من الفوق باش تتحمر معاك وتتقرمش بطريقة رائعة. هذا هو الشكل النهائي تاع الكوكا تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم. كما قلت لكم سهلة بسيطة وخفيفة، ليه توجد معاك. انا قدمتها مع شوربة ولا حساء البطاطا اللي كنت قدمته لكم في القناة قبل. صراحة كانت لذيذة جدا هذا الحساء. كذلك راح نخلي لكم رابط القناة تحت في صندوق الوصف. وان شاء الله إلا عجبتكم الوصفة متنساوش ديروا لي لايك واشتراك وخلوا لي تعليق بأي حاجة انتو حابين تستفسروا عليها. في امان الله، سلام.